السلام عليكم ومرحبا بكم. نتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو. اليوم ان شاء الله غنوجد معكم واحد الشربه صحيه رائعه بزاف، كتنقص الوزن للانسان اللي بغى ينقص الوزن ديالو، وكتخليك ديما شبعان وكتعطي واحد الطاقه للجسم، كتقوي المناعه ديال الانسان. نتمنى ان شاء الله الفيديو يعجبكم. كنحتاجوا لهاد الشربه اللفت، 3 ديال الاشكال من اللفت، وكنحتاجوا البوارو، كنحتاجوا شويه ديال الكرافس، كنحتاجوا 2 فصوص ديال الثوم، وعندي هنايا المكور او الملفوف. هو هذاك الشيء كيقول ليه الملفوف وشي كيقول ليه المكور، وشي وحدين كيقولوا ليه ليشو، كل واحد وشنو كيسميوه. المهم الطريقه ديال الشربه ديالنا سهله وبسيطه بسيطه جدا، والمقادير اللي فيها حتى هي بسيطه ومتوفره في كل بيت، صحيه وغتقوي لك المناعه ديالك وغتخليك تنقص الوزن ديالك الا كنتي بغيتي تنقص الوزن. كنشدوا اللفت، كنقطعوها 3 ديال الاشكال ديال من اللفت، اولا تقدروا ديروا غير شكل واحد من اللفت. غتختاروا في هذا اللفت هادو، غتختاروا الشكل اللي كيعجبكم. الا كنتو كتبغيو هذا اللفت ب3 ديروهم ب3، كنتو كتبغيو واحد النوع منه ديروا واحد، كنتو كتبغيو 2 ديال الاشكال منها ديروهم. غتختاروا النوع اللي كيعجبكم في المذاق ديالو. انا درتهم ب3 بهم، صراحه كيعجبوني ب3 بهم ودرتهم. كنقطعهم قطع عاديه رقيقه، ما رقيقاش ما غليظاش شويه لان غادي تطحن في الطحانه. كنقطع داك الملفوف حتى هو كنقطعوه، والثومه كنقطعها صافي وكنخويهم في واحد الطنجره. هذه كتوجد في 10 ديال الدقائق دغيا كتوجد هذه الشوربه، وصحيه بزاف وكتخليك شبعانه نهار كامل ما كيجيكش الجوع. وكنقطعوا الكرافس حتى هو كنضيفوه فوق ديك الخضره ديالنا، وكنديروا عليها الماء اللي يطيب لينا ديك الخضيره كامله. كنخويو عليها الماء ونخليوها كطيب. كنديروا ليها الماء يكون طايب باش كنسرعوا عمليه ديال الطهي ديالها. فدغيا كتوجد دغيا تخليوها 10 ديال الدقائق وهي كتغلي صافي كتكون واجده الخضره، كطيب دغيا ما كتشدش الوقت بزاف. هنايا من بعد ما كنردها فوق النار وكطيب ليا الشربه ديالي، كنحتاج ليها التوابل. كندير شويه ديال البلحه، شويه ديال السكينجبير، شويه ديال الخرقوم، شويه ديال الكمون، وشويه ديال قزبور حبوب، وواحد شويه ديال البزار. كنضيف هاد التوابل هادو للشربه ديالي. من بعد ما كنقلب كنلقاها صافي طايبه، اللفت ما كتشدش الوقت في الطياب ديالها دغيا كطيب. فبالنسبه للملفوف راه دغيا كيطيب حتى هو. كنضيف ليها التوابل، كندير ليها شويه ديال زيت الزيتون، وكنخليها واحد 5 ديال الدقائق غير باش ينسجموا دوك التوابل مع الخضره، ندخل مزيان دوك التوابل في الخضره ديالي صافي. وغادي نطفي عليها وغادي نطحنها. تقدروا تطحنوها في الخلاط الكهربائي، تقدروا تطحنوها بهذا الخلاط هذا اليدوي صافي. هنايا كنطحن الشربه ديالي على هذا الشكل هذا حتى كتطحن كامله، وكنقدموها بالصحه والراحه. كتقدموها باش ما بغيتو. تقدروا ديروا معها شويه ديال الحامض، تقدروا ديروا معها شويه ديال هكايا شويه ديال زريعه الكتان، وكتقدموها للضيوف ديالكم اولا تقدموها لوليداتكم. راه كتجي رائعه وصحيه وزوينه، اكثر هي زوينه في هذا البرد. هذه وقت اللفت تستغلوها لان راها زوينه، كتعطي واحد الطاقه للجسم وكتقوي المناعه ديالنا. نتمنى ان شاء الله الفيديو يعجبكم. الى عجبكم ما تنساونيش بلي لايك ديالكم والبارطاج، واذا كنتوا اول مره غتشاهدوا القناه ديالي كنقول لكم مرحبا بكم والف مرحبا وشكرا لكم. مع السلامه حتى الفيديو جديد ان شاء الله.